طريقة المطاعم السرية لأحلى وألذ مكرونة ألفريدو بالدجاج، أسهل وأبسط طريقة لها وكلها في طنجرة واحدة. 10 دقايق وتكون عندكم أحلى ألفريدو ممكن تجربوه. في طنجرة سخونة زبدة وشوي زيت زيتون، نضيفوا عليهم توم هلبة مش شوية، حبق وزعتر فريش. ممكن تستخدموا مجفف لو تحبوا. صدور دجاج مقطعة كيوبس متوسطة، نقلوهم شوية ونضيفوا عليهم فلفل أسود هلبة مش شوية وملح حسب الذوق، ونخلوهم يتقلوا مع بعض. نضيفوا عليهم مشرومز مش عارفة اسمها بالعربي. بعد ما تقلوا شوية المكونات نضيفوا عليهم بيستو، ممكن تشروه جاهز من المحل زي هيك أو ممكن تصنعوه في البيت. نضيفوه كله على الدجاج ونخلوهم يغلوا شوية. نضيفوا عليهم كريم طبخ ونخلوهم يغلوا لين الصوص يتقل. نسلقوا أي نوع مكرونة انتم تحبوه. أنا استخدمت لينغويني. اللينغويني أحلى أنواع الباستا للألفريدو، وأكثر المطاعم يستخدموا فيها مش اسباجيتي. نحطوا المكرونة في الصوص ونضيفوا عليهم شوية أمية السلق متاع المكرونة وبس. أسهل منها ما فيش. أنا بطلت نطلبها من المطاعم من كتر ما حبيتها في البيت. شو رايكم فيها؟ وهل ممكن تبطلوا تطلبوا شيء من المطعم لو عرفتوا تديروا زيها بالضبط في البيت أو لا؟